السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني، معالج زواجي وماجستير في الصحة النفسية. أهلا بكم في قناتي يوميات تحدي المشاكل. النهاردة إن شاء الله فكرة الفيديو 6 علامات تكشف الحرمان النفسي عند الرجل، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. برحب بكل السادة المشتركين في القناة، أهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة. أول علامة عندي من الحرمان النفسي العصبية. العصبية ممكن تكون علامة على الحرمان العاطفي. لما نتكلم عن الحرمان العاطفي عند الرجل، أول حاجة ممكن تظهر بشكل واضح هي العصبية. مش معنى كده إن كل راجل عصبي عنده حرمان عاطفي، لكن أحيانا العصبية بتكون مجرد واجهة لمشاعر أعمق مش قادر يعبر عنها. طبعا الراجل ممكن يكون عنده احتياج للاهتمام وللتقدير والاحتواء، أو إحساس إنه مهم أو محبوب، لكن بدل ما يقول الزوج لزوجته أنا محتاجك جنبي أو أنا حاسس إنك مش مهتمية بيا، يعبر عن احتياجه بطريقة مختلفة، بأن هو يرفع صوته أو يتعصب أو ينفعل على مواقف بسيطة وهايفة جدا. وأحيانا تلاقيه يتعصب من حاجات صغيرة جدا قوي، زي إيه مثلا اتأخرت في الرد عليه، أو بعت لها رسالة وهي مردتش عليها أصلا. ليه؟ لأن هي ما شافتش التليفون أو كانت مشغولة، فيتعصب انها اتأخرت في الرد عليه، او احساسه بعدم التقدير، او احساسه ان وجوده مش فارق معاها. طبعا دي كلها حاجات، لان المشاعر اللي مش بتاخد طريقها للكلام ممكن تتحول الى غضب او انفعال. وهنا مهم جدا اننا نفرق بين اننا نفهم سبب العصبية وبين اننا نبرر السلوك المؤذي. يعني لو الراجل عنده حرمان عاطفي، ده ممكن يساعدنا نفهم ليه هو بيتعصب، لكن مش معناه ان من حقه يجرح او يهين او يشتم او يخوف الطرف التاني اللي هي زوجته. الحل مش اننا نقول له ما تتعصبش وخلاص، لكن تحاول الزوجة بقى تفهم ايه الاحتياج اللي ورا العصبية دي. هل هو محتاج تقدير؟ هل هو محتاج اهتمام؟ هل هو محتاج احساس بالحب، ولا احساسه ان هو مهمل او غير مهم؟ لذلك لو لاحظتي، اقصد الزوجة طبعا، ان العصبية اصبحت متكررة وبتظهر بشكل مبالغ فيه، وخصوصا في المواقف اللي فيها تجاهل او رفض او نقص في الاهتمام، فممكن ده يكون عصبية زوجك مجرد رسالة منه غير مباشرة عن احتياج عاطفي لم يتم التعبير عنه بطريقة صحية. رقم 2، الصمت من مظاهر الحرمان النفسي عند الرجل. أحيانا الصمت والانسحاب من الكلام، لكن مهم نفهم ان الصمت مش دايما معناه ان الراجل مش مهتم او انه ما بقاش يحب زوجته. بالعكس، احيانا الصمت بيكون نتيجة مشاعر كتير جواه لكن مش عارف يعبر عنها، او احساس ان الكلام مش هيتفهم صح. الراجل اللي حاسس انه مش مسموع، او ان مشاعره بيتم انتقادها او التقليل منها او السخرية منها، كلامه ممكن يبدأ مع الوقت يقل لحد ما يسكت بدل ما يتكلم. فتلاقي الزوجة انه كان بيحكي تفاصيل يومه دلوقتي بقى ساكت، كان بيشارك مشاعره وافكاره بقى يرد بكلمات قليلة. مثلا يرد يقول مفيش، او انا كويس، او يقول لك عادي. مع تكرار الإحساس بالحرمان النفسي ممكن يتحول الصمت من مجرد هدوء مؤقت إلى انسحاب عاطفي. يعني يكون موجود جسديا كده وشكلا قدامك، لكن مش موجود بمشاعره. يقعد مع أسرته لكن مش بيشارك ومش بيتكلم ومش بيحكي اللي جواه. أحيانا الراجل نفسه يكون، أو الزوج يكون محتاج كلمة تقدير، اهتمام، احتواء، أو مجرد شخص أو زوجته تسمعه من غير ما تحكم عليه. هنا لازم نفرق بين الصمت الطبيعي اللي كل إنسان بيحتاجه أحيانا عشان يرتاح أو يرتب أفكاره، وبين الصمت المستمر المصحوب بالبعد أو البرود العاطفي وفقدان الرغبة في التواصل. لو لاحظت الزوجة ان زوجها اصبح صامت بشكل غير معتاد، بدل ما كان بيكون الاول رد فعل من حضرتك هو انت ليه ما بتتكلمش، بدل ما تقولي كده يعني، لا، الرد الذكي بقى والزوجة الذكية تقول ايه؟ انا حاسه انك ساكت ومش على طبيعتك، لو في حاجه مضايقاك انا مستعده اسمعك. هو ده الرد الذكي. ليه؟ لان احيانا ورا الصمت مشاعر كتير، حزن، احتياج، احساس بالوحده، رغبه في انه يشعر الرجل ان هو مفهوم ومقدر. الهدف مش اننا نكسر صمته بقوه، لكن اننا نخلق مساحة آمنة يحس إن الكلام ممكن يكون مسموع ومقبول. دلوقتي بقى هندخل على المظهر الثالث من مظاهر الحرمان النفسي عند الرجل، وهو أحيانا الهروب للعمل. طبعا مهم جدا نوضح ان حب الرجل لعمله او اجتهاده وطموحه مش معناه انه بيعاني من حرمان نفسي. المشكلة بتظهر لما يتحول العمل من وسيلة لتحقيق الإنجاز والنجاح إلى وسيلة للهروب من مشاعره أو مشاكله في حياته الشخصية. تلاقي الرجل بيقضي ساعات طويلة جدا في الشغل، ويفضل يطول في وقت العمل حتى لو مش ضروري، أو يرجع البيت متأخر، ويبحث باستمرار عن أي مهمة جديدة تشغله. لما يكون في البيت ممكن يكون موجود كده شكلا في البيت جسديا، لكن ذهنيا مشغول بالشغل طول الوقت. وأحيانا السبب إن العمل بيديه إحساس
هو محتاجه ومش لاقيه في حياته العاطفية، زي التقدير والنجاح والإحساس بالقيمة والإحساس والشعور بأنه شخص مهم ومؤثر. مثلا لو الرجل حاسس أنه غير مقدر، الزوج حاسس أنه غير مقدر داخل البيت، ممكن يلاقي في العمل تقدير من المدير أو الزملاء، أو يحس أن إنجازاته واضحة ومحل احترام وتقدير. ولو عنده مشاكل أو ضغوط عاطفية ممكن يستخدم العمل كطريقة عشان ما يفكرش فيها، يعني بدل ما يواجه حزنه أو وحدته أو إحساسه بالرفض يفضل مشغول طول الوقت. وهنا لازم نسأل، هل هو بينشغل يعني لأنه بيحب شغله وعايز ينجح، ولا بينشغل بالشغل عشان عايز يرجع لبيته أو يواجه مشاعره؟ الفرق بيظهر لما العمل بيبدأ يأثر على علاقته بزوجته وأولاده أو نومه وراحته، أو يخليه دايما غير متاح عاطفيا. لكن مهم جدا ما نحكمش عليه مباشرة وتقول الزوجة مثلا انت بتهرب من البيت. الافضل نحاول نفهم ايه اللي بيخليها يشعر بالراحة خارج البيت اكثر من داخل البيت. ليه؟ لان احيانا الهروب للعمل مش بيكون حبا في العمل بس، لكن محاولة الهروب من ألم نفسي او احتياج عاطفي لما يتم التعامل معاه بشكل صحيح. الحل مش اننا نمنعه من العمل طبعا، لكن اننا نساعده يحقق التوازن ويلاقي داخل الاسرة ايضا مساحة من التقدير والاهتمام والامان والتواصل. دلوقتي هندخل على المظهر الرابع من مظاهر الحرمان النفسي عند الرجل، وهو البرود العاطفي. من مظاهر الحرمان النفسي عند الرجل أيضا البرود العاطفي، وده بيظهر لما الراجل يبدأ يقلل من التعبير عن مشاعره اللي كان بيعبر عنها قبل كده، ويصبح أقل تفاعلا واهتماما بالمشاعر الموجودة حوله عن قبل كده. ممكن الزوجة تلاحظ إنه كان بيسألها مثلا زمان مالك، إيه اللي مضايقك، أو يهتم بتفاصيل يومها، عملتي إيه النهاردة، إيه اللي حصل النهاردة. لكن مع مرور الوقت يبدأ كلامه يقل واهتمامه يقل، ويصبح رد فعله بارد حتى في المواقف اللي كان قبل كده بتفرق معاه. احيانا الزوجة تقول انا حاسة انه موجود معايا كده شكلا بجسمه لكن مش موجود معايا بقلبه. لكن مهم تفهم ان البرود العاطفي مش بالضرورة معناه ان الراجل او الزوج مش بيحب او ان مشاعره انتهت. احيانا يكون وسيلة دفاعية، يعني البرود العاطفي ده بيبقى وسيلة دفاعية بيستخدمها بعد فترة طويلة من الاحباط او التجاهل او الشعور بانه غير مقدر. يعني لو الزوج حاول في وقت من الأوقات التعبير عن احتياجاته ومشاعره، لكن حس ان هو مش مسموع او ان مشاعره يتم السخرية منها او التقليل منها، ممكن مع الوقت يتعلم انه يسكت ويخفي مشاعره. هنا يبدأ يظهر البرود العاطفي. ممكن تلاقيه مش بيطلب اهتمام ومش بيشتكي ومش بيتكلم عن اللي جواه، وكأنه بيقول لنفسه مش هتفرق خليني ساكت. الخطورة ان استمرار البرود العاطفي ده ممكن يعمل مساحة كبيرة بين الزوجين، لان العلاقة مش محتاجة وجود جسدي بس، لكن محتاجة تواصل ومشاركة واحتواء ومشاعر. لكن لازم نفرق بين البرود العاطفي كعلامة محتملة على الحرمان النفسي، وبين ان الشخص طبيعته ان هو قليل في التعبير عن مشاعره، يعني هو اصلا بيعبر عن مشاعره بطريقة بسيطة. كمان ان البرود المستمر ممكن يكون له اسباب اخرى، لذلك ما ينفعش نحكم على السبب من علامة واحدة بس. لو الزوجة لاحظت التغيير على جوزها، بدل ما تسأله وتقول له انت ما بقتش تحبني، لا ما تقولش كده. الزوجة الذكية تقول ايه؟ ممكن تقول انا حاسة انك مش بتتكلم زي الاول، هل في حاجة مضايقاك او محتاج تتكلم عنها؟ احيانا البرود العاطفي بيبقى وراه مشاعر كتير لم تجد طريقها للكلام، زي مثلا مثال المشاعر دي زي احتياج الحب، احتياج التقدير، احتياج الاهتمام، احتياج للشعور بالامان. هندخل بقى في المظهر الخامس من مظاهر الحرمان النفسي عند الرجل، وهو الإدمان. من مظاهر الحرمان النفسي عند الرجل أحيانا اللجوء إلى الإدمان، سواء كان إدمان مواد مثل المخدرات أو الكحول، أو سلوكيات إدمانية زي القمار أو استخدام الموبايل أو استخدام الإنترنت بشكل في إدمان، أو إدمان الألعاب، إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية. لكن مهم جدا نفهم إننا مش بنقول إن كل شخص مدمن عنده حرمان نفسي، ولا إن الحرمان النفسي هو السبب الوحيد للإدمان، لأن الإدمان ليه أسباب كتيرة جدا متعددة زي عوامل نفسية وبيئية واجتماعية وبيولوجية. لكن في بعض الحالات الزوج ممكن يلجأ للسلوك الإدماني ده كطريق للهروب من ألم نفسي أو فراغ عاطفي أو الشعور بالوحدة أو الشعور بالرفض أو عدم التقدير، أو هروب من ضغط نفسي أو ضغط مادي. بدل ما يواجه مشاعره أو يتكلم عنها أو يبحث عن حل أو يسأل حد يديله رأي كويس يوجهه إنه يحل الموضوع ده، فيلجأ للسلوكيات الإدمانية دي. في البداية ممكن يشعر انه ارتاح او نسي مشاكله لفترة قصيرة، لكن مع مرور الوقت بيتحول الشيء ده اللي هو السلوكيات الإدمانية دي الى دايرة مغلقة. ممكن تلاحظ الزوجة انه اصبح يحتاج وقت اطول او يؤدي وقت، عايز وقت زيادة بعيد عن الاسرة، او يخفي استخدامه للشيء اللي في ايده، ويصبح عصبي عندما يحاول حد منعه او يهمل عمله او مسؤولياته وعلاقاته.
هنا لازم نكون حذرين في التعامل مع الموضوع ده، لان الادمان مشكله بتحتاج الى تدخل ومساعده من متخصص في الادمان، بدلا من الزوجه تقعد تلوم جوزها او تنقده او تعمل معاه مشكله. لان علاج الادمان لا يعتمد فقط على ايقاف السلوك، ولكن ايضا على معالجة الأسباب والمشاعر والاحتياجات اللي كان بيحاول الشخص الهروب منها. يبقى الخلاصة، الإدمان أحيانا بيكون سببه الهروب من الحزن أو الوحدة أو الضغوط، ودي علامة مهمة إن المشكلة محتاجة اهتمام حقيقي، مش مجرد لوم أو نقد. ولكن المساعدة من متخصص هي أفضل حاجة، مساعدة من متخصص في الإدمان. دلوقتي هندخل في المظهر السادس، وهو مظاهر الحرمان النفسي عند الرجل، وهو الانشغال الدائم. طبعا الانشغال الدائم مش معناه ان الراجل المشغول او بيشتغل كتير انه بالضروره بيعاني من حرمان نفسي. ممكن يكون عنده مسؤوليات فعلا او اهداف بيحاول يحققها، لكن المشكله بقى لما يتحول الانشغال ده الى وسيله للهروب من المشاعر او من الفراغ العاطفي او من المشكله اللي عنده. تلاقي الزوج او الراجل دايما عنده حاجات بيعملها زي شغل، موبايل، اجتماعات، خروج، متابعه ماتش، تصفح على الانترنت او اي نشاط يخليه مشغول طول الوقت. لو بقى عنده وقت فاضي بيشعر بايه؟ بالتوتر او الضيق، وكانه مش قادر يقعد مع نفسه او يفكر في الحاجه اللي مضايقاه او المشكله اللي عنده. احيانا بيكون السبب ان عنده احتياجات نفسيه مش مشبعه، محتاج مثلا اهتمام، تقدير، حب، احتواء، احساس بالامان، لكن بدل ما يعبر عن احتياجاته يملى وقته باي شيء حتى لا يشعر بالفراغ. ممكن يكون موجود في البيت لكن دايما ماسك الموبايل او مشغول بحاجه. ليه؟ لانه ببساطه مش عايز او مش قادر يواجه مشاعر معينه او مشكله معينه او ضغط معين. هنا لازم نسأل سؤال مهم، هل هو مشغول لان عنده اهداف ومسؤوليات، ولا هو مشغول عشان يهرب من الحاجه اللي جواه ديت؟ لأن الانشغال المستمر ممكن يكون أحيانا طريقة دفاعية لتجنب الوحدة أو الحزن أو الإحساس بعدم التقدير. لو لاحظت إن الراجل دايما مشغول ومش بيدي لنفسه فرصة للراحة أو التواصل مع أسرته أو التعبير عن مشاعره، فبدل ما الزوجة بقى تقول له أنت عمرك ما كان عندك وقت لينا، لا، الزوجة الذكية تقول إيه؟ هل في حاجة مضايقاك ومش عارف تتكلم عنها؟ لان احيانا وراء الانشغال الدائم ده مش مجرد حب للعمل او كتر المسؤوليات اللي عنده، لكن احتياج نفسي او عاطفي او ضغوط او مشاكل لم يتم التعبير عنها او لم يتم اشباعها او لم يتم التعامل معها بطريقة صحية سليمة. كده اتكلمنا عن 6 مظاهر للحرمان النفسي عند الرجل. الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى عن الحرمان النفسي عند الزوجة او المرأة، ازاي بتعبر عن كده وايه المظاهر اللي بتقول لنا ان عندها حرمان نفسي. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وشير للفيديو لكل الناس اللي عندها مشاكل ويا ريت اللي داخل جديد القناة ياخد كده لفة في القناة متنوعة ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم. وشكرا جدا ليكم وبشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.